من الأمور التي يجب أن يتنبه لها الإنسان في تعامله مع والديه، كما قلنا أن حقهما مقدم على كل حق. ليس هناك حق فوق حق الوالدين إلا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سواهما من البشر فهو دونه، دون الوالدين. لا يمكن أن يرتفع أحد فوق الوالدين كائنا من كان. هذا حق الوالدين عموما، حق الوالدين عموما. وهناك حق خاص للوالدة، أنها تكون مقدمة حتى على الوالد، تكون مقدمة حتى على الوالد. ولهذا لما سأل الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كرر الأم 3 مرات، وهذا يدل على عظيم حق الأم. فالأم يقدم لها الإنسان مزيد عناية، مزيد اهتمام، مزيد توقير، مزيد إجلال. ولا يمكن للإنسان أن مهما عمل ومهما فعل أن يرد ولو شيئا يسيرا من حق الأم عليه، التي وصف الله عز وجل حالها مع ابنها: حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وأيضا ذكر الله عز وجل قال: حملته وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. وهذا يدل على ما كان للأم من حالة في حملها ورضاعها لابنها، أن هذا الأمر عظيم جدا. ومهما فعل الإنسان ومهما قدم في حق الوالدة لا يمكن أن يرد ولو شيئا يسيرا من حقها، ولو شيئا يسيرا من حقها. وذكرنا قصة الرجل الذي رآه ابن عمر وهو يحمل أمه على ظهره في الحج، فقال: هل أديت حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة. لا يمكن لإنسان مهما عمل ومهما فعل أن يؤدي حق أمه، وكذلك حق أبيه، لكن حق الأم أعلى وأجل. ولهذا تقدم في بعض الأمور، في بعض العبادات، في بعض الطاعات، تقدم حتى على الأب، في جانب النفقة، في جانب الهدية، في جانب زيادة البر، زيادة الإحسان. لا شك أن الأم لها مكانة أعلى وأجل حتى من الأب مع عظيم حق الوالدين. لكن الأم تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الأب، وذكر حقها في 3 مرات، وذكر في الرابعة حق الأب.